السلام عليكم. ما باقيش بزاف الامتحانات، والاغلبيه ديالكم دابا كيحس بالخوف والتوتر وداك الاحساس ديال مازال ما وجد والو والامتحان قرب. واش نقدر ندير شي حاجه في هذا الوقت اللي بقى ولا صافي فات الفوت؟ ولكن سمعني مزيان اش غادي نقول لك. هادشي كامل راه عادي، كلشي كيعيش هاد اللحظات حاليا، ماشي انت بوحدك اللي كيجيوك هاد الافكار. دابا هاد الوقت ماشي ديال الاحباط ولا تقول صافي مشى الحال. دابا هاد الوقت ديال دير اي حاجه تقدر عليها كيف ما كانت، ما خاصك تضيع حتى شي دقيقه، حيت راه دقيقه واحده اللي كتضيع تقدر تكون نقطه في الامتحان ديالك. هاد المده خاصك تستغلها احسن استغلال وتحط فيها جهدك كامل. نسى شحال ضيعتي وركز على شنو باقي. خدم على راسك، ساند راسك، وخلي الثقه ديالك في الله سبحانه وتعالى وفي الخدمه ديالك. واخا تعاود دير غير اهم الدروس وتفهمهم مزيان، راه غادي يكون واحد الفرق وفرق كبير، حيت هكاك غيكون حسن من انك تبقى دابا غير جالس وكتلوم في راسك مازال ما قريتي والو ومازال ما ناويش تقرا. على الاقل دابا حبس وفكر في شنو هما الدروس اللي ممكن يتحطوا، وحاول دير فيديوهات في يوتيوب، حاول انك دير تمارين، حاول انك تعطيك راسك باي حاجه. اعتبرني في هذا الفيديو لحت لك الحبل وانت خاصك تطلع منه. خاصك دير جهدك كامل، تيق في راسك وما تدويش، خلي النتائج ديالك هي اللي تدوز بلاصتك. انت راه ماشي قل من شي واحد، وراه ماشي مستحيل انك تمشي للامتحان وراسك مرفوع تعمر حتى انت الورقه وتقدر تجيب حسن من هادوك اللي قراو قبل منك ولا بداو قبل منك. حاول تركز على شي دروس وحاول انك تتقنهم، اللي اي تمرين تعطاك فيهم تحاول انك تخرجوا 100% وما تغلطش فيه. وحاول تزير راسك ما امكن، حيت هاد المده هادي راه واحد المده حاسمه. ما يمكنش انت هاد الاعوام كامله اللي قريتي في حياتك تجي لهاد المده هادي اللي عندك فيها جهوي او وطني وتضيعها. دير شي حاجه ما كيتقبلهاش العقل. ومور هاد الفيديو ما تعطلش، نوض دابا وجرب تعطي اقصى ما عندك، راك قريب توصل ان شاء الله. والله يوفقكم كاملين من القلب. الى عجبك هاد الفيديو ما تنساش واحد اللايك وابوني، ما غضركش ولكن غادي تنفعني ان شاء الله.